حد يصدق دي من غير ولا لبن ولا بيض. بصوا اللون، بصوا الهشاشة، بصوا الطراوة، بصوا ايه الجمال ده. اهلا بيكم في اكله وضحكه. النهارده هنعمل كيكه البرتقال، ولا فيها لبن ولا بيض، هنعملها هشه وخفيفه. انتوا جاهزين؟ يلا بينا. ودلوقتي اول حاجه هنعملها قبل ما نبتدي في عمايل الكيكه، هنجهز الصينيه اللي هنعمل فيها الكيكه. انا عشان ما اطولش عليكم جبت صينيه ودهنتها دهنه زيت واديتها رشه دقيق، هنركنها على جنب عشان نبتدي في الكيكه. ودلوقتي هنقول على المكونات اللي احنا هنستعملها. انا جايبه كوبايه دقيق وتلتين كوبايه دقيق، مش مكملين كوبايتين من كوبايات المعيار، نخلتهم 3 مرات. وهحط عليهم معلقتين صغيرين بيكنج باودر، معلقتين مسطحين، ما تزوديش عن كده، ورشه ملح، وكمان 4 معالق كبار مليانين هرميه كده من النشا، وهننخلهم اهو. وهنديهم تقليبه مع بعض. دلوقتي هبتدي هنخلط الزيت والسكر. انا جايبه كوبايه سكر عادي مش بودر، هنحط عليهم نص كوبايه زيت، وهنضربهم شويه حلوين. هنزل بالبشر البرتقال والفانيليا، وهحط كوبايه من الاورنج كراش. لازم تكون طالعه بره التلاجة، ما تبقاش ساقعه، وما ينفعش تصبيها قبلها بفتره، احنا محتاجين الغازات والاحماض اللي فيها. اهو كوبايه. وفي اللحظه دي اهو سامعين صوت الفوران، في اللحظه دي ما ينفعش نقلب جامد، في اللحظه دي ما تقلبيش جامد، يا دوبك شويه كده حاجه خفيفه. ودلوقتي انا جبت معلقه سيليكون، هحط الدقيق شويه شويه وهحركه على خفيف، بلاش تكتروا في التقليب. بعمل بالراحه لغايه ما احس ان الدقيق اختفى، انا مش عايزه اكتر في التقليب. وادي اهو منظر الخليط. دلوقتي هجيب الصينيه اللي هحط فيها الكيك وهصبه. وادي اهو صبيتها، يا دوبك هخبطها خبطتين. ودلوقتي هدخلها على فرن سخن على 375 درجة فهرنهايت، هحطها 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق هنزل الحرارة ل 350، هتقعد لها كمان 30 دقيقة وبعدين أبص عليها. يلا بينا نشغل الفرن. وده شكلها بعد ما أخدت 30 دقيقة في الفرن، 10 دقايق على حرارة عالية وبعدين قللنا الحرارة، قعدت 20 دقيقة كمان، وده منظرها. هسيبها تبرد ونقطعها. ودلوقتي بعد ما الكيكه خلاص خلصت، بصوا طريه ازاي خالص. طيب خلينا نجربها. بصوا هشه ازاي، اسفنجيه خفيفه جدا. خلينا نجربها سوا. محدش هيصدق ان دي من غير ولا لبن ولا بيض. طعمها جميل مع كوبايه الشاي. بصوا بصوا المنظر، بصوا الطراوه، بصوا مش معجنه من جوه. جربوها وهتعجبكم. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، واشوفكم المره الجايه. يلا باي. هي كل اللي عايزاه كوبايه شاي. اتفضلوا معايا.